خاصية الغيها فورا من على الفيسبوك، وتعالى نلغيها مع بعض وهقولك ايه السبب في الفيديو. هنضغط على الثلاث نقط اللي بيكونوا في الجنب، وهننزل تحت هنجيب الاعدادات والخصوصية، ومن الاعدادات والخصوصية هنضغط على الاعدادات، ومن الاعدادات هنعمل سكرول لتحت كده، هيظهر معاك حاجة اسمها ادارة النشاط خارج الفيسبوك، وهتضغط عليها. وإدارة النشاط خارج الفيسبوك دي كام مرة اتكلمت على حاجة انت وصاحبك او انت واي حد، وبعدها يظهر لك اعلان مباشر، هو ده الداتا اللي بيجمعها عنك الفيسبوك. هتضغط على إدارة النشاط الخارج في الفيسبوك، هيجي معاك بالشكل ده كده، هتضغط متابعة، هو هيحولك تلقائي على صفحة إدارة نشاطك المستقبلي. والخاصية دي زي ما قلت لكم قبل كده بتجمع داتا عنك بحيث يعرف يوجه لك الإعلانات. هتضغط على إدارة نشاط المستقبلي بالشكل ده كده، هتلاقيها ربط النشاط المستقبلي، انت هتضغط على إلغاء ربط النشاط المستقبلي وهتضغط متابعة وتلقائي إلغاء ربط النشاط المستقبلي. ومن إلغاء ربط النشاط المستقبلي هتضغط عليها، وبكده انت منعت الفيسبوك يجمع عنك اي داتا او اي بيانات. وفي نهاية الفيديو لو حاسس ان انت استفدت او عجبك الفيديو، ما تنساناش من لايك والمتابعة.